لو انت فاكر ان ده اول تهجير هتقوم بيه امريكا تبقى غلطان، لان النهارده هحكي لك ازاي نفذت امريكا واحده من ابشع التهجير القسري في القرن العشرين. في عام 1965 امريكا طمعت في منطقه استراتيجيه جدا في المحيط الهندي. المنطقه دي اسمها جزيره ارخبيل تشاغوس، منطقه قريبه جدا من دول الشرق الاوسط واسيا وافريقيا. لكن امريكا كان عندها مشكلتين متعلقين باحتلال المنطقه دي بدون تنديد دولي. الاولى ان الجزيره دي كانت تابعه لدوله موريشيوس، وموريشيوس نفسها كانت تحت السيطره البريطانيه. طب امريكا عملت ايه عشان تحل المشكله دي؟ امريكا عقدت اتفاق سري مع بريطانيا وموريشيوس، واتفقوا ان بريطانيا هتمنح الاستقلال لموريشيوس، وده مقابل تنازلها عن جزيره ارخبيل تشاغوس. طيب بريطانيا يا فتحي هتعمل حاجه كده ببلاش لله وللوطن يعني؟ طبعا لا. الولايات المتحدة الأمريكية هتقدم لبريطانيا تقنية عسكرية محتاجاها بشدة، واللي هي غواصات بولاريس. بعد الاتفاقية دي خرج رئيس دولة موريشيوس وأعلن للناس كلها بتمسكه بسيادة أرخبيل، لكنه في السر كان أخد 3 مليون دولار مقابل التخلي عن الجزيرة، باعها يعني. وبكده أول مشكلة اتحلت والدنيا بقت فل. نيجي بقى للمشكلة التانية، والنوع ده من المشاكل ما شاء الله أمريكا شاطرة جدا في حلها. المشكلة التانية كانت أكبر وأخطر من الأولى، لأن سكان أرخبيل كانوا بالآلاف، وأمريكا هتتعامل معاهم إزاي؟ فتحي أنت بتتكلم كده على أساس إن أمريكا عاملة حساب القانون الدولي يعني. ما تخش يا عم في الموضوع على طول. اللي حصل ان الرئيس الامريكي ليندون جونسون قام بتشكيل لجنه، واللي كانت بقياده جنرال امريكي وجنرال بريطاني، وقال لهم من الاخر كده انا عايزكم تخلصوا المشكله دي وتهجروا سكان الجزيره في اسرع وقت. بعدها امريكا ارسلت 30 سفينه حربيه لشواطئ ارخبيل. السفن كانت بريطانيه وامريكيه، وهناك فرضوا حصار اقتصادي على السكان، وقطعوا عنهم الميه والكهرباء والمواد الغذائيه، ومنعوا اي وصول سفينه للجزيره او الخروج من الجزيره. من الاخر كده لا حد داخل ولا حد خارج. ونشروا الاف الجنود في كل زاويه، وبداوا المداهمات اليوميه لارهاب السكان. ولان السكان هناك كانوا بيعتمدوا في حياتهم اليوميه على الكلاب اللي بتستخدم في الصيد، الجنود جمعوا الكلاب الموجودة على الجزيرة كلها وأشعلوا النار فيها، وقاموا بشوي الكلاب حية أمام أعين أصحابها، واللي كان بيعترض كان بيربطوه من قدمه ويرموه في النار. يلا حبيبي مع كلبك. الموضوع ما وقفش هنا، تمت مصادرة جميع الثروة الحيوانية والدواجن، وتم حرمان السكان من أي مصدر غذائي، ففي ناس بدأت تهاجر. أما اللي أصروا على البقاء اتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والقتل، لكن النساء والفتيات اتعرضوا لانتهاكات لا يمكن العقل البشري إن هو يتخيلها. وبعد شهور من الرعب والجوع والتعذيب الناس هناك استسلمت ووافقوا بالتهجير القسري. أيوة يا فتحي، يعني كده المعاناة خلصت ولا إيه؟ لا. السكان بعد ما ركبت السفن الجنود قاموا باختيار المرضى والمسنين، وربطوهم من ايديهم ورجليهم والقوهم في مياه المحيط الهندي. اما الباقيين فتم نقلهم لبريطانيا ودول اوروبيه تانية، مشردين في الشوارع لا جنسيه ولا مأوى. والقانون الدولي الى الان عامل لهم ودن من طين وودن من عجين. فتحي انت خلصت لنا نص الباقه وصدعتنا. هتقول لنا يا عم امريكا اصلا كانت عايزه الجزيره دي ليه؟ بعد اخلاء ارخبيل بدات الولايات المتحدة الأمريكية ببناء قاعدة ديجو غاريسيا العسكرية، ودي واحدة من أهم القواعد العسكرية الأمريكية، واللي تم استخدامها في حرب أفغانستان والعراق والخليج. 30 سفينة حربية ومدرجات طائرات ومنشآت غواصات نووية ومحطات تجسس بالأقمار الصناعية، عينهم يعني على المنطقة كلها. في الآخر عايز أقول لك إن أهل غزة غير أهل أرخبيل، ويكفي إيمانهم ويقينهم بنصر الله. وعايز أقول لك إن عدونا مش أمريكا واليهود بس، لا، عدونا الجهل والغباء والابتعاد عن دين الإسلام وعدم وضع اللايك في مكانه الصحيح.